وظيفة الكتاب وظيفة القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجل استأجر شابا يشتغل عنده، فما زال الشيطان بينه وبين امرأة المؤجر العسيف حتى سقط الشاب على المرأة. فأراد الله أن يستبين الأمر ليعلمنا وينبهنا على عظم هذه الأمة وعظيم منزلتها ووجوب أمر مهم. اسمعني، كل ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدث ليشرع لنا. اسمعني يا ولد، وكل حادثة مما حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لها فوائد جمة، حتى ولو كانت مرة. يا أخي هذا يعني ما تيجي ما نحكوهوش، ده من شرف الأمة أن يحكى. يعني هذه الحادثة تصلح أن تكون قلادة. عارف يعني إيه قلادة؟ بس على عمك خليه يسند ظهره لو هيقعد. قلادة يعني إيه قلادة؟ حاجة كده نفتخر بيها. يا عم دي حادثة فواحش، بقول لك حاجة هنفتخر بيها، أنا علكها هنا ومشي بيها للناس كلها. هو إيه الموضوع؟ لما حدث هذا وأبان الله المسألة وظهرت بقى خلاص، راح الناس عاملين قاعدة كده يحكموا بينهم وبين بعض. قال له أنت اسمع يا أبو الولد، أنت تعاقب ب200 شاة وجارية تشتريها ترعى الغنم للرجل المسكين صاحب المرأة دي. ازاي ابنك يعتدي على حرمة الرجل؟ ممكن ابوس ايدك؟ انت حبيبي، جزاك الله خير، ما شاء الله. قاعدة وانقضى فيها بكده 200 غنم، يعني في زماننا ده يعمل له حوالي مليون حج. قعدة رجاله. فبعد ما خلص الصحابه قالوا انت عملت ايه؟ قال كذا كذا. قالوا غلط، اللي انت حكمتوه ده غلط، اللي انتوا حكمتوه ده حكم جاهليه. زي ما ربنا بيقول ايه؟ افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله ايه؟ حكما لقوم يوقنون. قال لا، طب احنا على ايه؟ ما نروح لمين بالمره؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. فقال ابو الغلام للرسول عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. اقض بيننا بايه؟ هو ده. امال هو نازل ليه؟ نزل عشان يبقى سلسله كده. اما البت جالها حته مصحف في الشبكه يا جماعه يجي 20 جرام، ولا يتعمل حجاب كده ويتعلق على رقبه الواد عشان يبطل رياله يعني، ولا يستقرأ به على المقابر كده ايه؟ لا لا لا. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. اقض بيننا بكتاب الله. قال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. 200 شاه والجاريه رد عليك. خد يا اخويا غنمك وخد الجاريه بتاعتك. وعلى ابنك جلد 100. انتبه بس، ها، جلد 100 وتغريب سنه. عايزك تنتبه. انت عارف القصه الاول ولا ارجعها لك تاني؟ الولد وقع على امراه الرجل، فالراجل ده عايزين ننصفوه. قاعده يا رجاله، قالوا 200 غنمه. الرسول عليه السلام قال لا، هذا ليس حكم الله، هذا حكم جاهليه. عايزك تاخد بالك بقى من اللي بيتقال كويس. ما دام ما هوش حكم الله يبقى حكم جاهليه على طول كده. طب العمل؟ قال لا، ال 200 غنمه والجاريه رد عليك، وعلى ولدك جلد 100 وتغريب سنه. ادي الولد. طب والست؟ قال له لا، الست دي حاجه تانية. الواد بيقول انا وقعت عليها، برضه مش هناخد الكلام.
ده لازم نسالها. الله، مش بقول لك تنفع قلاده؟ والله العظيم الحديث ده ينفع. الاسلام كله، انت عارف لو الاسلام قلادات كان زماننا معلقين زي الست اللي عندها دهب كتير قوي قوي ديت، ها، كالدر فوق ترائب النسوان. كل ما تطلع مشوار تحط سلسله، تحط دهب. بنت جواهرجي صلت على النبي عليه السلام، بنت ملوك، دهب. هي ده الرسول عليه السلام بيقول له واخده يا انيس. انيس ده رجل من اسلم، من قبيله اسلم. يا اخده من بدر يا انيس الى زوجة هذا، الى امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها، فان ايه؟ طب لو ما اعترفتش مالناش حاجه عندها. امال ده كان مع مين؟ ما تتكلمش. هو الكلام ده هس. والله ليس لنا لها سبيل، ليس عليها سبيل الا باحدى ثلاث: اربعه يرونها رأي عين على التمام والكمال، وهذا ما حدث في طول الأمة ولا عرضها. 1446 سنة ما عندناش أربعة رأوا الواقعة، واقعة الفاحشة، رأي عين. عارف لو هم جالعين وبتقلبوا على بعض ويقبلها وتقبله ولم يدخل الفرج في الفرج، مالكش حاجة عندهم. عذرهم زي ما انت عايز، عاقبهم، غلطانين طبعا، بس ترجمها تسمى زانية. الساعة 2:30 بالليل واقفين مع بعض في حتة ضلمة وحضنها، مالكش حاجة عندها. ده أنا لازم أقول هتنجلد 80 جلد. هو في إيه؟ فيه إسلام، مش فيه فضايح، فيه إسلام. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كلمة واحدة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم. وفي إيه؟ يا أخي أحلف على كتاب ربنا إن أنا شايفهم. أنت لوحدك إيه؟ هتنجلد. الحادثة تامة، هتنجلد. طب أنا كان معايا كمان واحد وشفناها تماما، هتنجلد أنت. تكتب. طب نعمل إيه؟ تجيب أربعة. ما شفناش أربعة، إحنا كنا اتنين بس، ولا كلام. يا أخي بقول لك أحلف. طب ماشي، تعالى للقاضي المسلم وانجلد 80 جلدة. ده كلام تاني. احنا بنتكلم على الحكم، ها، حكم الرباني. تصور المرأة تحصل ايه؟ تعترف. الله. مع ان كان قدامها انها ايه؟ ما تعترفش، ما حدش لا حاجة عندها ولا المشكلة ديت خلصنا منها، والمرأة اعترفت ورجمت. طب لما تعترف وترجم، مش برضه تبقى كارثة عندنا في 2025؟ كارثة. اللي مش عايزين نقوله 1446. حتى التقويم عندنا بالميلادي، ايه التبعية دي؟ خليها بالهجري يا عم، يسألونك عن الأهلة. مش كارثة؟ إنها اشترت نفسها من الله. ما انتش حاسس بيا؟ ده أنا عايز أقول الله وضج بيها. اشترت نفسها، قالت أيوة أنا أخطأت، طهروني. زي مين؟ زي ماعز. قال أنا وقعت على الجارية. يقول له امشي امشي. اللي هي الحالة الثانية بقى بدون اللي هو الاعتراف. والاعتراف ما يبقاش من مرة، الاعتراف من أربعة. قال له امشي. ردد له تاني، قال له بقول لك وقعت على الجاريه. اداله ظهره، قال له امشي. يلف له ويقول له انا وقعت على الجاريه. كم مره؟ 4 مرات. قال لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك لمست. ويحك، اتدري ما الزنا؟ قال اتيت منها حراما ما ياتي الرجل من اهله حلالا. من اهله؟ قال انا. قال له تتهمونه في عقله؟ قال لا، بل هو من ارشدنا، ده دماغه عدله. قال له ما تقوم يا عم تشم ريحه حنك وكده، لا يكون شارب حاجه ولا بتاع. قال له لا ما فيش. قال له انت عايز ايه بالظبط؟ قال اريد ان تطهرني. قال له ارجموه. الله. بيني وبينكم، بيني وبينكم، ها،
عايزين تطلعوا السر ده، ما عنديش مشكله. كل قضيه لله فيها حد وحكم بغيرها والله ما انتهت. كل قضيه لله فيها قول، لله فيها حكم، لله فيها حد وحكم بغيره، اما هيتجرجر فيها ناس هناك، اقسم بالله هيتجرجر فيها ناس من علي عبد الرازق وفلان الفلاني وانت جاي. مين علي عبد الرازق يا عم؟ تروح تدور، انا هقول لك على كل حاجه. صلى الله على النبي عليه السلام. وفلان وفلان وانا وفلان وفلان، وكل من كان يعلم ان حدود الله يستطيع ان يتكلم وما تكلم. يتكلم. انما كده العموم ساكت عن احكام الله ما تتحقق. ايه ده؟ ما توافق ده. ها، بعدين تروح حضرتك المحكمه والقاضي يحكم لك بالنصوص اسمها يا ولدي المواد، والماده رقم كذا المرقعه بالماده رقم، مش دخلنا بالكلام ده. المهم، فيجي يقول لك ايه بقى؟ انت تيجي تقول ايه؟ يحيى العدل. والله قابلنا على هناك، قابلنا على هناك. وعند الله تجتمع الخصوم وتفصل في القضايا مره اخرى. انا بنبه علشان انت نفسك تعمل زي المراه التي اعترفت، الغامديه التي اعترفت. اسلم لما ماعز الاسلمي لما اعترف، اختلفت فيه كلمه الصحابه. النص ده يقول هذا اودى بنفسه احاطت به خطيئته فهو من اهل النار. النص ده يقول نعم، هذا رجل زكى نفسه وطهرها فهو من اهل الجنه. يقعدوا على كده كم يوم؟ 3 ايام. يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليوم الثالث ويقول لهم استغفروا لماعز فاني رايته يغتسل في انهار الجنه. الله. والغامديه بيقول لها امشي روحي. قالت انت عايز تردني زي ما رديت ماعزا بالامس؟ والله اني لحبلى من الزنا. اظن دي بقى ها، احنا صعايده وده ما ينفعش معانا ولازم نقطعه والبت تنضرب والواد ينزل. غلط. شرع ربنا ايه؟ من وليها؟ قال اخوها انا. قال له يد الشرف يا ولد، يد الشرف. اختك اخطات زي بقيه خلق الله ما بيخطأ، ما فيش مشكله يا ابني، احسن اليها. شفت الامر يا ولدي؟ الرسول بيقول لهم ايه؟ احسن اليها حتى تلد، فاذا ولدت، ما قالش ائتني بها حتى تلد وسكت. طب اذا ولدت، بقول لك ايه حتى تلد؟ لما جتش خلاص. ولدت وجاءت به في لفه كده، قالت له انا ولدت واقم علي حد الله. هو ايه ده؟ يقول لي مش، يقول لي يا روح مال. قال اذهبي حتى ترضعيه وامشي. هتاخد كده قد ايه؟ 2 سنين. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. 2 فرصه. خلاص. جت بعد 2 بالولد ماشي وراها ماسك في ديلها ومعاه لقمه عمال ياكل فيها، عايزه تقول ايه؟ استغنى عني. قال يرجموها. سلام لما رجمها خالد، وخالد بقى رماها بحجر ده الدم عليه. قال لعنه الله عليك يا ولي يا فجره. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبها، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. توبة امرأة ب70 رجل. يا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب أنا ما فيش من ده بقى. لاحظ نفسك. يعني أنا لاحظ نفسي، ما تتعرضش لحدود الله تعالى لأن ما حدش هيجمع عليك. اقطع لسانك عن سيرة الناس، لان انت هتخوض في عرض فلانه وعرض فلان في الفواحش، ما حدش هيجلدك 80 جلد عشان يطهرك يا واعي. طب اعمل ايه؟ الا رجعنا يا اخي نرجع تاني. الا قول لي، الراجل المسكين زوج المراه طلع من العمليه كده ببلاش، ها؟ الوليه اترجمت وماتت،
والغنم ردت لصاحبها وطلع بدون حاجة خالص. طب والعمل؟ العمل دي مراتي. لا يا حبيبي، الآن هي أمة الله، الله أخذ حقه منه. وأما أنت فيا للعز الذي أنت فيه، تمضي بين الناس قدما في غاية الشرف، راسك مش منكسة. لقد رجم الله امرأتك التي أخطأت. فأنت ماشي بقى، وأخوها أحسن إليها فرجمت، بس أنت ما عايز تعمل إيه في أختك اللي وقعت في الغلط؟ عايز أقتلها. أنت اوعى تحط إيدك عليه، في شرع يقتلها، في شرع يقتلها. الله، يبقى أنا بريء. جميل الشرع بقى على طول الشرع على كده. أنا بقى على المستوى العام بقى، العام الذي يجب على الجميع. عارف الجميع ياخدوا مين؟ كل مشايخ الأمة يجب يقفوا يقولوا نريد تحكيم شرع الله. لو ما عملوش حسابهم عند ربي. طب ما قالوش يقضي الله بيننا يوم القيامة فيما كنا فيه نختلف. على كل، فضل نكتة ونتفضل كلنا. أنا فين من ده كله؟ لما لا يكن شرع قائم وحدود قائمة وما فيش حد هيطهرك، طهر نفسك. بإيه؟ بالكف عن المعاصي التي فيها الحدود بس، والكف عن القضاء في القضايا التي تأتيك فيها حدود. لا تبدل كلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. نعم. صلى على رسول الله. اللي بيعير صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قليل الأدب الذي يتكلم على أعراض الناس ولن يجلد، لن يجلد. كل ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. سوف يذهب هناك ويؤدي الحقوق كاملة، بس المرة دي بالحسنات والسيئات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس من أمتك. المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، أو قال ولا متاع. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج. دايما لما اقرا الحديث ده بقول المفلس ده زمان كان محترم، ما انه هيروح مفلس، اصله بصلاة وصيام وصدقة وحج. في زماننا في صلاة، في صيام، في صدقة، في حج. ده عمال يلطش. بقول له: يا ابني اسكت، هياخدوا من حسناتك يوم القيامة، حط على حسناتهم. قال: مش لما يلاقوا حسنات اصلا؟ حقيقي صحيح، لن يجدوا حسنات اصلا. هناك بقى طب ما فيش حسنات، يؤخذ من سيئاتك وتطرح على سيئاتهم ويطرحوا في النار. في النار براحته. ما انا مش عارف الم الناس هناك بقى. فاكر الولد اللي اتولد ده؟ الولد اللي اتولد ده ابن خطيئة. لو واحد قال له طول حياته يا ابن الخطيئة، ينجلد 80 جلد. مع انه ايه؟ ما تنطق معايا، ابن خطيئة. لكن انت ليك انك تشتمه. لو رميته تجلد 80 جلد. فلما نزع العقاب اساء الناس الادب. من امن العقوبة ايه؟ اساء الادب. انما لو في عقوبة، بقول لك لو رأى بعينه فكيف بمن ينقل الكلام. وانا عذرهم، والله عذرهم، عذر لا ينفعهم طبعا. من نبههم، من علمهم، من حلجت.
ده بيلاقوا المشايخ مغتابين ونمامين، المشايخ مغتابين ونمامين وقذافين، وحياتهم كلها قاعدة على ايه؟ اللي راحت المشايخ، ها؟ الدجول، اهل السنة. ده انا حضرت مجلس كان حوالي ساعة، ساعة ونص، والله اعلم ازيد، يعني انا مش مبالغ، انا ما اتكلمتش كلمة، في اكابر موجودين، ودق دق، نطلع من ده ندخل في ده، نطلع من ده ندخل في ده، فطلعنا من المجلس. فزملائي الثلاثة بيقولوا لي: هو انت كنت ساكت ليه؟ يا فجروني دم الوانفجر. قلت لهم: ده مجلس ده مليء بالرايحة واللي جاي واللي دخل واللي طالع واللي عمل. قالوا: بس. قلت لهم: لا أجلس مرة أخرى في هذه المجالس أبدا، لقد تركت قريتنا كاملة، لأن ما فيش مجلس إلا مجالس غيبة. ومن عاشرني من إخواني واللي رايح جاي معايا يترصد لي غيبة واحدة. يا سلام، أسيادي بقى. الإمام البخاري اللي قاعدين عمالين يطعنوا فيه ويزجوا فيه وهو درجته ترتفع ترتفع، قال كلمة يا حبيبي اتعلمها، يقول: إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي غيبة لأحد. طول حياتك ما اغتبتش حد، وانت ايه؟ طول حياتي. طب اغتبتك دقيقة يا عم، سامحني يا عم، الله يحفظك. ايه يا عم؟ قلت لك في مجلس كده، قلت الطاقية ما كانتش معدولة عليه، يضحك طريقتي وبتاع ايه؟ دي غيبة. انت فاكر انها؟ انت رايك في دي؟ شفت صاحبك؟ ويل لكل همزة لمزة. يا الله، مش دي غمزة دي؟ ويل لصاحبها. امال ده؟ قالوا: ليس شيء احرى بطول حبس، ياخد مؤبد، من اللسان. اذا اردت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. يقول: اصلهم عملوا، يقول له: تلجح، اللي بيته من جزاز ما يحدفش الناس بالطوب، ولا على راسه بطحة يحسس عليها يجي كبته. فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصمها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي.